بدينا في تحضير البصل. البصل هون فرمناه فرم متوسط النعومة، يعني مش ناعم كثير ولا خشن كثير، متوسط، لأنه اعمل حسابكم إنه البصل مع القلي ممكن يعني بدوب، فهنا إحنا يعني خليناه على درجة متوسطة. طبعا هاي كمية البصل للمكمورة والمسخن، يعني للجهتين أنا اللي بعمل، لأنه الجهتين هم بيشبهوا بعض. وزي ما حكيت لكم بداية الفيديو إنه تحدي بين أكلة المسخن وأكلة المكمورة، وبدنا نشوف أنو اللي بتنال إعجاب عائلتي أكثر. طبعا لكمية المسخن والمكمورة قرابة 4 كيلو بصل، يعني 2 للمكمورة و2 للمسخن، يعني 2 كيلو للمسخن و2 كيلو للمكمورة. هيك زي ما انتم شايفين. طبعا بدك تطولي روحك على البصل وتابعوني. الآن ركبنا البصل على الغاز وبنضع عليه زيت الزيتون. طبعا نضع كمية مليحة من زيت الزيتون، لأنه المسخن والمكمورة يعني أساسهم زيت الزيتون. زي ما انتم شايفين البصل، يعني لا هو خشن ولا هو ناعم، متوسط زي ما انتم شايفين من قلبه. وبعد هيك بعد مرحلة وضع الزيت بنضع البهارات. طبعا بهاراته عادي كالمعتاد، فلفل أسمر، كمون، بابريكا، بس يعني هاي البهارات اللي احنا بنحطها، يعني ما بنكثر كثير عليه، وبنتركه لحد ما يعني يوصل لدرجة الاستواء. وبعد هيك بنحط الدجاج. الدجاج زي ما انتم شايفينه انا سلقته يعني ربع سلقة بس. عندما قريب بده يستوي البصل برضه بقطعه مع البصل، وبياخد من نكهة البصل والبهارات والذي منه. طبعا هاي عندما قريب بده يستوي. ليش بأسلقه ربع سلقة؟ هو عشان يعني ما بتحمل كثير مع الخبز، يعني مجرد انه يستوي العجين خلص هنا بتكون المكمورة جاهزة. مشان هيك لازم انه نسلقه الدجاج ربع سلقة، مع البصل باخذ له 5 دقايق، مع المكمورة 10 دقايق، يعني بيطلع عنا دجاج اشي مرتب، يعني دايب وما شاء الله عليه، ما بكون لا شاد ولا يابس. زي ما انتم شايفين نترك البصل يتقلع على نار هادية. زي ما انتم شايفين الآن أتينا لمرحلة فرد العجين. العجين كل ما كان مرتاح، يعني عجنينه صح ومريحينه صح، كل ما كان إنه رقه بيجي أريح، يعني بمد معاكي أكثر. وطبعا زي ما انتم شايفين وضعنا بأسفل الصينية من زيت اللي قلينا فيه البصل والدجاج، يعني بأسفلها وضعنا شوية، وهينا مستمرين بعملية فرد العجين.
طبعا لازم تكون الطبقة الأولى، يعني ما تكون رقيقة ولا تكون خميلة، تكون متوسطة الارتفاع. شايفين يعني بالسمك هذا، شايفين قديش السمك هذا. الآن وصلنا للنهاية. أحاول قدر الإمكان إني أمد بالعجين، يعني بخليها تاخذ معي، ما بخليها خميلة، لأنها لما تكون خميلة مش طيبة. في أصول المخمورة إنها تكون العجينة رقيقة. شايفين؟ الآن وضعنا العجينة بأسفل الصينية بالشكل هذا، اللي تغطيها كاملة، ما تضلها يعني ما يكون أي فراغ موجود معنا، زي ما انتم شايفين هون. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني مكمورة على فكرة، يعني أكلة كثير كثير طيبة، كثير طيبة. يعني أنا مش راح أسبق الأحداث، لكن يعني هي الأكلة المفضلة عنا. البصل اللي فرمناه مع بعض نضعه على الطبقة الأولى. طبعا أول طبقة ما بنضع فيها دجاج، بس مجرد بصل. الطبقات الثانية بنبلش نحط الدجاج. بنوزع البصل طبعا على جميع أنحاء العجينة بالشكل هذا، يعني زي مبدأ المسخن بالضبط. بس إيش إنه اللي بيفرق إنه هاي عجين والمسخن يكون يعني شراك جاهز.
وبهيك بنكون انتهينا بعمل المكمورة. ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين الطبقات كيف. يعني صراحة، شو ما حكيت الكلام بيعجز عن وصف الطعم والمنظر تاع المكمورة. يعني المكمورة صراحة كثير كثير بتشهي، ما شاء الله. يعني طعمها خرافي خرافي. وبعد هيك إن شاء الله رايحين نكمل مرحلة إعداد المسخن. وراح يكون في تحدي بالطعم ما بين المسخن وبين المكمورة. تابعوني للنهاية حتى نحكم مع بعض عن وأشها. وزي ما انتم شايفين المسخن هينا جهزنا البصل. البصل كمان نفس الاشي بيكون مفروم فرم ناعم. المسخن بيحتاج يعني كمية من زيت الزيتون ما شاء الله. لكن اللي بتفرق بين المكمورة والمسخن انه احنا هون المسخن بنحط سماق، يعني بنضع كمية مناسبة من السماق على البصل، بصل المسخن، وبنتركه لحد يعني ما أول ما نبدأ بطريقتنا لعمل المسخن، طبعا باستخدام قطع الدجاج النظيفة. احنا بنكون طبعا نظفناها من قبل، وانتوا عارفين يعني كيف طريقة تنظيف الدجاج. واللهم صل على سيدنا محمد. وهاي الطريقة يعني تختلف عن الطرق الاعتيادية. احنا بالعادة دائما بنسلق الدجاج سلق وباستخدام مرق الدجاج بنعمل المسخن. أنا بهاي طريقتي لا، راح أستخدم الدجاج بطريقة عمل المحمر، محمر الدجاج، اللي هو يعني إحنا بنضع الدجاج قطع نية، وكذلك بنفرم كمية من البصل، كمية متوسطة يعني مش بهذيك الكثرة. وبنضع البهارات اللي استخدمتها البابريكا والكاري والكمون والفلفل الأسمر، يعني ما كثرته كثير يعني بهارات عشان يعني نكهة الدجاج تكون أكثر بارزة من طعم البهارات. زي ما انتم شايفين هنا يعني وضعنا البهارات جميعها وحركنا الدجاج، قطع الدجاج مع بعض حتى تتجانس البهارات مع البصل مع كله، يعني ياخذ النكهات من بعض. بعد هيك طبعا الاشي الاساسي هذا لابد منه اللي هو زيت الزيتون. طبعا احنا هنا هاي الاكلة بنستخدمها دائما المحمر بموسم زيت الزيتون. الآن هو موسم قطاف زيت الزيتون وعصر الزيت، فهاي الأكلة هي والمكمورة أكثر إشي يعني بالفصول هاي بنستخدمها. بعد ما وضعنا الزيت بنضع مقدار معين، يعني بنغمر الدجاج بمقدار من الماء وبنضعه على الغاز، نتركه حتى يطبخ يعني يستوي. وهنا ما بننسى طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، السماق. السماق هون احنا بنحطه علشان الدجاج عندما يوصل لدرجة الاستواء ياخذ لون الاحمرار. طبعا هون احنا بنكون جهزنا البصل للمسخن. المسخن طبعا روح قلبه البصل معروف، يعني لازم يكون كمية. هون وصلنا لمرحلة استواء، وبهيك وصلنا لمرحلة إعداد المسخن. طبعا المسخن هون الفرق بين المكمورة المسخن الخبز احنا استخدمنا عجين بالمكمورة، بينما المسخن لا، استخدمنا الخبز المشروح زي ما انتم شايفين. الخبز المشروح هنا يعني بنعمل على تبليله بالمرق الدجاج اللي بنكون سلقنا فيه الدجاج. وبعد هيك بنحاول انه نغطس بعد ما نكون بللناه بالمرق الدجاج بنحطه بالزيت الزيتون تاع البصل، وبنضعه على الصدر، يعني الصدر اللي انتي بدك تقدمي فيه. وبعد هيك بنضع كمان كمية مناسبة من البصل بنضعها على الخبز المشروح زي ما انتم شايفين.
هنا هينا هيك جهزنا البصل. طبعا البصل ما شاء الله منغنغ بالسماق، وكمان عصرنا عليه عصرة نصف ليمونة، يعني عشان يعطيكم هيك له طعم حموضة، وغير البهارات الثانية اللي بنضعها، بس إنه بنخفف يعني من كمية البهارات، ما بتكون بكميات كبيرة. وبعد ما نكون عملنا وضعنا البصل وجهزنا الخبز المشروح، وفي ناس ممكن يعملوه بالشراك، بس يعني هو يفضل الخبز المشروح، لأنه الخبز المشروح بتحمل أكثر، يعني ما بذوب معاكي بالعملية التغطيس بالمرق. ومنرد كمان نغنغها بالسماق، نرد نرش برضو على البصل، وبعد هيك بنضعه بالفرن حتى يأخذ وجه تحمير. وهنا بعد ما انتهى يعني انتهت الطبقة الأولى، بنرجع بنكرر نفس الإشي على الطبقة الثانية، وأهل المجرة حتى نخلص كمية الخبز المشروح اللي عنا.
وبهيك بنكون انتهينا من عمل المسخن. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني كانت صفرة كتير كتير جميلة. طبعا المسخن والمكمورة بحاجة إلى إشي يعني يكون لين معاه، يعني ما يكون كله نواشف. يعني بالدرجة الأولى أنا بختار الملوخية دائما أقدمها مع المسخن. هاي الملوخية اللي فرزناها مع بعض. ما شاء الله، يعني شو بدي أحكي لكم، الطعم كان خرافي وكان إشي يعني بشهي كثير كثير كثير. لكن أنا بالنسبة إلي يعني وبالنسبة لأسرتي صراحة الطعم اللي فاز أكثر اللي هي المكمورة. المكمورة يعني للأمانة طعمها كثير روعة، كثير كثير روعة. والمسخن برضه نفس الإشي إنه طيب، لكن اللي غلب بهذا التحدي اللي هو المكمورة. ويعني بتمنى إنه الكل يجرب هاي التجربة، صراحة ما مش رايحين تندموا عليها. يعني أكلة كتير طيبة، كان المسخن ولا المكمورة، يعني صراحة إنك بتعجزي عن إنك تختار الأفضل، لكن إحنا يعني رجحنا المكمورة أكثر. وبتمنى إنكم تدعموني أحبائي بلايك وشير، وإنكم تشاركوا تليفون الفيديو مع أصحابكم ليصل إلى أكبر عدد ممكن. وطبعا أحبائي